احنا النهارده موجودين في مكان جديد في قلب مدينة الأقصر. على الضفة الشرقية للنيل في قلب مدينة الأقصر واقف معبد الأقصر كواحد من أعظم شواهد الحضارة المصرية القديمة. المصريين القدماء كانوا بيسموه إبيت رسيت، يعني الحرم الجنوبي، مكان مقدس اتبنى من أكتر من 3000 سنة علشان يكون مسرح لطقوس دينية كانت بتحدد علاقة الملك بالآلهة. المعبد بدأ يتبني في عهد الملك أمنحتب الثالث، لكن شكله المهيب اللي بنشوفه النهاردة اتشكل أكتر بإضافات رمسيس الثاني. الصرح الضخم والتماثيل العملاقة ما كانوش مجرد ديكور حجري، كانوا رسالة قوة بتقول إن الملك مرتبط مباشرة بالإله آمون. كل نقش على الجدران بيحكي حكاية انتصار أو طقس ديني أو محاولة إن الإنسان يسيب أثره للأبد. وسط الأعمدة الشاهقة كان معبد الأقصر قلب واحد من أهم احتفالات مصر القديمة، اللي هو عيد الأوبت. في العيد ده تماثيل الثالوث الطيبي كانت بتيجي في موكب ضخم من معابد الكرنك لحد هنا، والاحتفالات كانت بتبقى في قوارب مقدسة في النيل وسط موسيقى وكهنة وناس بتحتفل بتجديد شرعية الملك. في أعمق نقطة جوه المعبد كان قدس الأقداس، مكان ما كانش بيدخله غير الكهنة والفرعون عشان تتم الطقوس السرية ويتأكد الرابط بين الإنسان والآلهة. هنا في الصمت ده المصري القديم كان مؤمن إن قوة الحكم نفسها بتتولد. معبد الأقصر ما كانش مجرد ذكرى من الماضي، على مر العصور جزء منه اتحول لكنيسة في العصر الروماني، وبعدها اتبنى مسجد أبو الحجاج فوقه. طبقات زمن فوق بعض في نفس المكان بتثبت إن الموقع ده فضل حي مهما الحضارات اتغيرت. النهاردة واحنا واقفين وسط الأعمدة دي، احنا مش بس بنتفرج على آثار، احنا واقفين جوه قصة إنسان حاول يفهم الكون ويبني جسر بين الأرض والسماء. معبد الأقصر مش مجرد مبنى قديم، ده شاهد حي على حضارة أمنت إن الخلود ممكن يتنحت في الحجر، وإن الزمن مهما يعدي بيفضل يحكي قصصه للي مستعد يسمع.